وكريستيانو رونالدو ساهم بهدفين في فوز منتخب البرتغال ضد ارمينيا. كمل بقى معايا الفيديو ده للاخر عشان هقولك على ارقام مهمه جدا كسرها الدون بالهدفين اللي هو جابهم في مرمى منتخب ارمينيا. وطبعا كالعاده بيتحدى بيهم ليونيل ميسي. وفاز بقى المنتخب البرتغالي يا عزيزي 5-0 ضد منتخب ارمينيا العدو اللدود. احرز الاهداف زي ما انت شايف كده، هدفين جواو فيليكس في الدقيقه 10 في الدقيقه 62، وهدفين في الدقيقه 21 كريستيانو رونالدو، وهدف تاني في الدقيقه 46 وجواو كانسيلو في الدقيقه 32. وطبعا ارمينيا يا مولاي كما خلقتني. وتعالى هنا بقى يا عزيز عشان اقول لك على الارقام المهمه جدا اللي كسرها الدن في المباراه دي. الهدفين بقى اللي جابهم الدن دول يا عزيزي وصلوا الدن مع منتخب البرتغال في عدد الاهداف ل 140 هدف. وزي ما انت عارف بقى يا عزيزي ان رونالدو عنده كام سنه يا باشا؟ ايوه 41 عام. وزي ما احنا عارفين ان ليونيل ميسي جاب في التصفيات في منتخب فنزويلا هدفين، ووصل في التصفيات 36 هدف. والهدفين بقى بتوع كريستيانو في التصفيات امام ارمينيا وصلته ل 38، اي تفوق على ميسي بهدفين. وكريستيانو رونالدو على بعد هدف واحد بس من معادلة الرقم التاريخي المسجل باسم كارلوس رويز، لو انت عارفه لاعب جواتي مالا. وحسب بقى تصريحات رونالدو ان هو قال ان العمر بس مجرد رقم. فسجل بقى كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي 52 هدف في 118 مباراة مع منتخب البرتغال قبل أن يصل عمره 30 عام. أما بعد ال 30 تألق وتوهج بشكل لا يصدق ليقترب من ضعف الحصيلة. يعني تخيل يا صديقي أو يا عزيزي، الحصيلة التهديفية بيسجل 88 هدف في 104 مباراة. فلو عجبك بقى الفيديو يا صاحبي، اللايك بتاعك والسبسكرايب، واشترك معايا في القناة وفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. سلام.